من برج دبابة متطورة وقد بلغت شجاعتهم حدا أفقد مدفعها جدواه، يسحبون جثة قائدها أو ربما أحد أفراد طاقمها ويلقون به إلى جوار جنزيرها على أرض آبائهم وأجدادهم. كان يسترخي على الأرجح معتقدا بأنه في موقع صيد حصين أمام فرائس لن تجرؤ على الاقتراب منه، وكان في ذهنه كما في أذهان قادة إسرائيل على الأرجح أيضا أن توسيع دائرة الرؤية من حيث مترسه الفولاذي إلى حدود فلسطين التاريخية سيظهر صورة دولة نووية ومدججة بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة في مواجهة شعب شبه أعزل ولا يملك أي حيلة إزاء الخلل الهائل في ميزان القوى. لكن المفاجأة المدوية التي اجترحتها كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس تكفلت بإلقاء ظلال كثيفة من الشك على صورتي التفوق الإسرائيلي اللامحدود، وكشطت دفعة واحدة طبقات من سخام اليأس كانت تتراكم على صورة ثالثة هي صورة حركات التحرر الوطني تسد فجوة ميزان القوى على مر التاريخ بفائض إرادة الحرية وتنتصر. قررنا أن نضع حدا لكل ذلك بعون الله، ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب، فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى. هكذا استيقظ العالم على ما لم يتوقعه من قبل أحد. أحفاد اللاجئين الفلسطينيين الذين سلبوا أرضهم وبيوتهم ومزارعهم وصاروا مشردين فقراء محشورين في سجن كبير اسمه قطاع غزة، يخترقون الأسلاك الشائكة والأسوار الإلكترونية والرادارات المرتبطة بالأقمار الصناعية ليعودوا إلى ديار أجدادهم ويعيدوا فك وتركيب المشهد على نحو فيه من التذكير بالماضي قدر ما فيه من التغيير على الواقع. عملية عسكرية متعددة المسارات ولم تتضح خفاياها جميعا أدت بالجانبين أوليا إلى تبادل الأدوار. من كان يعتقل الآخر وينكل به ويعريه من ملابسه ليذله بات اليوم في مكانه عاريا إلا من شعور المذلة. وأحفاد المهاجرين الأوروبيين والآسيويين والأفارقة والأمريكيين الذين طردوا أهل البلاد الأصليين من ديارهم وشتتوا شملهم ونكلوا بنسلهم على مدى 8 عقود يتعرضون لغزو مذل في عقر مستوطناتهم ويفرون هائمين على وجوههم. أهو انتقام وحسب؟ في السياق التاريخي القريب والبعيد شواهد يصعب حصرها وكلها تعكس دلالات أكثر أهمية وأعمق معنى. فعشية حدوث ما حدث ويحدث الآن بين الجانبين كانت الانتهاكات الإسرائيلية لمقدسات الفلسطينيين الإسلامية والمسيحية لا سيما المسجد الأقصى قد بلغت مستوى خطيرا غير مسبوق. وكانت أعمال القتل اليومي التي ترتكبها قوات الاحتلال في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة تتصاعد من دون حساب أو عقاب. وقبل ذلك كله كان انتهاج القيادة الفلسطينية الرسمية طريق التسوية السياسية عبر ما سميت عملية السلام قد اصطدم بجدار التطرف والعنصرية فتهاوى وسط تخل رسمي عربي يستشري تحت شعارات التطبيع، بينما أدار المجتمع الدولي ظهره لمبادئه وقوانينه وقراراته التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على بعض من أرض وطنه. سيدرك الفلسطينيون مبكرا والحال هذه هزال منطق الحق الذي لا يستند إلى القوة أمام صلف القوة التي تقوم على الباطل. وستعمل كتائب القسام بصبر وأنات وحنكة أمنية عسكرية مدهشة على ما اتضح من هجمات صباح السبت كي تنسف الدعوات إلى التسليم بالأمر الواقع وتغرق الإسرائيليين على مستوى النخب كما على مستوى الشارع في مرارة التساؤلات عن الفشل المروع الذي مني به جيشهم ودولته.
ماذا ستفعل حكومة أقصى اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو؟ ذاك سؤال يأتي في المقام الثاني بعد سؤال يجيء في المقام الأول عن مدى تجدد أمل الفلسطينيين بالتحرر الوطني في ساعات ترقبهم أنباء غزوة المستعمرات المسماة طوفان الأقصى. وإذ يتسع قوس التكهنات للحديث عن ردود فعل قد تصل إلى ارتكاب مذبحة جديدة ضد سكان قطاع غزة، فإن أحدا لا يتوقع أن يؤدي سفك الدم إلى غير ما أدى إليه طوال 75 سنة، أي انتقال الضحايا من حقبة التطهير العرقي الذي شردهم في أصقاع الأرض إلى حقبة حفرهم الأنفاق في البر والبحر كما في السماء من أجل العودة إلى هناك، وقد صار اليوم كأنه هنا.